اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة، مامة أوسة. لهم بحباحه، لهم بحباحه. انتي كسوفة. النهارده بقى يوم هنسميه يوم المدعكة. أخيرا بقى يا جماعة هنفرش الصالة بالمطبخ. بصوا يعني خلاص بقى خلصنا الركنة، هنخلص الصالة مع بعض. بعد كده بقى هنخش على تحضيرات رمضان القوية. مفيش اقوى من كده بيتهيألي، يعني مفيش اقوى من كده. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو متنساش نصلي على النبي في الكومنتات عشان نكسب انا وانتم حسنات. ولو انت جديده ست الكل متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله تعالى اقدمه معاكي الفتره الجايه. ولو انت جديده نورتيني، ولو انت اشتركتي في القناه يعني مش قادره اوصفك هتفرحينا قد ايه وتكبري عيله اوسه ودودو. عيلتنا لسه صغنونه، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تكبر بيكم. اوصل النهارده يا جماعه هيزعجكم في الفيديو. طبعا هو سابكم الفيديو اللي فات، فالنهارده هيزعجكم. طبعا احنا هنسيب بقى الارض كلها وعلقنا الستاير مع بعض المره اللي فاتت. وطبعا يعني انتوا شفتم الدنيا يعني كانت متبهدله قد ايه. انا عايزه اقول لك لو انت لحد دلوقتي قاعده وما قمتيش عملتي شقتك، لا خلاص ده احنا قدامنا اسبوع لازم تقومي. لازم تقومي كده خلاص. سامعين يا جماعه السويت يلا. لازم تقومي كده خلاص، لازم كده تشدي حيلك وتقومي. احنا كده يا جماعه خلاص في الأيام الأخيرة. إحنا في الأيام الأخيرة يا جماعة بجد خلاص بقى. أنا حاسة إن أنا فرشت بدري قوي. كان نفسي أسيب الأرض أكتر من كده يعني على السيراميك، بس كانت الدنيا ساقعة قوي لأن أنا هفرش السجاد الفاتح. طبعا انتوا عارفين السجاد الفاتح يا جماعة ضد اللمس، ضد اللمس وضد النار. لو وصلتش لحد هنا معايا يا ست الكل، ولو انت جديده متنسيش تشتركي في القناه وتحطي لي لايك عشان الفيديو بتاعي يكبر بيكم ان شاء الله باذن الله. النهارده هندي بعض افكار وهنتكلم عن بديل السجاد اذا كان حلو او وحش. لو انت لسه ما جبتوش او انت عروسه وعايزه تجيبيه بمكان السجاد، هقول لك هقول لك المعلومات دي كلها. وهندي مع بعض افكار حلوه كتير، وهنقول مع بعض معلومات. بصوا هنعمل مع بعض كل حاجه ان شاء الله. هنا زي ما انتوا كده شفتوا حطيت المشايه المشعره ديت. دي يعتبر نص سجاده. حطيتها كده في اول الصاله لان انا عايزه اغطي الصاله كلها. ومسكت المشاية ديّة. طبعًا أنا في الصيف ما باحطش ديّة. في الصيف باطوّل السجادة قدّام شوية، وباحط المشاية اللي أنا باحطها دي كده تحت الكراسي، عشان خاطر إيه، يعني إيه في الصيف بقى الدنيا حَر وكده. لكن دلوقتي طبعًا يعني الموضوع طبعًا ساقعة جدًا. وبديل السجادة يا جماعة لأ طلع حلو فعلًا يعني، طلع حلو في الشتا يعني مش زيه زي التاني. بالعكس أنا ده 2 في 3 معايا فمغطّي الأرض كلّها. كده الدنيا ساقعة بتطلّع رطوبة، وكده الدنيا ساقعة بتطلّع رطوبة. أهو قُل لهم بحباحه، قُل لهم حطّوا اللايك. حطوا اللايك واشتركوا في القناة. قال لهم حطوا اللايك. واللي يشوف أوسة يقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. يا رب يا رب يديكم كلكم يا رب وما يحرمكمش أبدا. و... وكان في واحدة كاتبة لي في الكومنتات ربنا يا رب يديك يا رب حق الأيام المفترجة اللي احنا فيها ديت. ربنا إن شاء الله يرزقك يا رب بالذرية الصالحة انتي والمسلمين أجمعين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعودها علينا وعليكم بخير. بصوا بقى يعني أنا عايزة أقول لكم كلام حلو كتير قوي. بصوا الفيديو ده هنعمل مع بعض يعني حاجات ياما. هندي مع بعض طاقة، يعني طاقة بصوا هديكوا طاقة مش هقدر اوصف لكم يعني. طاقة حلوة قوي، طاقة هخليكم تقوموا كده تشوفوا كل اللي وراكم. يعني بصوا مش هحرمكم من حاجة الفيديو ده. والفيديو بقى الجاي انتظروه يا جماعة، فيديو قوي 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 مش قادرة اوصف لكم. بجد انا فرحانة قوي برمضان، رمضان كريم علينا وعليكم بجد. احلى حاجة زينة رمضان واجواء رمضان وتنظيفات رمضان. مش قادرة اوصف لكم يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم بجد الفرحة اللي انا فيها. طبعا اكيد كلنا فرحانين. مع ان انا يعني رمضان اللي فات اللي قبله ده ما صمتهوش يا جماعة، كنت حامل في قوسة وما صمتهوش. كان في ناس كتير قوي بتشكك في الموضوع ده، بس انا الدكتورة رفضت ان انا اصومه عامة. رفضت خالص ان انا اصوم رمضان اللي فات دوت. ففي ناس كتير قوي يعني من يعني صحابي وكده كانوا بيقولوا احنا بنصوم عادي. فمش عارفه يا جماعه، بس انا الدكتوره بتاعتي رفضت الكلام دوت. انا بقى فرحانه ان انا رمضان ده هصوم. فرحانه قوي يعني. فلو انت حامل اوعي تصومي في رمضان. انا بقول لك اوعي تصومي في رمضان. ربنا يا رب يديكي يا رب يا رب. انا في ناس كتير قوي كانت بتتكلم معايا من صحابي وكده لا لازم تصومي مش عارف ايه، بس الدكتوره كانت رافضاني عامه، رافضه عامه ان انا اصوم. قالت لي في روح جواكي هتاكليه منين، هيشرب منين، هيعمل منين. المفروض انت على الاقل تشربي 3 لتر ميه في اليوم. فانت الروح اللي جواكي دي مين هياكلها لما انت تصومي. وبعد كده قريت في حديث عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يعني والله اعلم ان برضو بيتكلم عن الموضوع دوت. ان الرضعات اللي يعني اللي
بيرضعوا والحوامل ما لهمش الصيام عامة، ما لهمش الصيام حرام. فربنا يا رب يدينا يا رب ويديكم يا رب جميعا. وبعد كده يا جماعة للأسف في واحدة صاحبتي، مش صاحبتي يعني، واحدة صاحبة صاحبتي، حملت وكده، وبس كان معاها يعني 4 أولاد وكده، وحملت وصامت في رمضان، وهي كانت في ال3 شهور الأولين، والبيبي نزل بسبب الصيام، بسبب الجوع، لأن هو طبعا جاع في بطنها. الحمد لله الحمد لله إن أنا ما سمعتش كلام أي حد من صحابي، ونفذت كلام الدكتورة بتاعتي. فلو انت كمان ما تسمعيش كلام حد، تسمعيش كلام غير اللي انت متابعاها، ما تسمعيش كلام غير اللي انت متابعاه. ربنا يا رب يبعد عننا اي حاجه وحشه جميعا. انا بقول لكم بس المعلومه ديت، والله يعني كده ما اعرفش ليه اللي خلاني قلتها يعني، والله ما اعرف يعني. احنا اتكلمنا عن رمضان، فانا حبيت اني حكيت لكم يعني الموقف. فبجد اوعي تسمعي كلام حد، تسمعي كلام الدكتور. تجي تقول لك انا كنت بحمل في رمضان، هم وقتهم غير هم وقت بصوم قصدي في رمضان، هم زمانهم غير زماننا، هم زمن بتاع زمان ده غير زماننا. احنا كله مادة حافظة وكيماوي، وربنا يعيننا يا رب جميعا يا رب. انا زي ما انت شفت انا فرشت بجيل السجاد اللي قدام دي اللي كان فيها كلور، حاولت اداريها كده على قد ما اقدر، حتى انتوا شفتوا ان هي مش في النص بالظبط. هنا بقى همسح الارض كلها. طبعا انا كنت مسحاها قبل كده، في الفيديو اللي فات انا كنت مسحاها معاكم قبل كده، بس طبعا زي ما قلت لكم ان انا عملت الارض كلها بالاسمنت. الاسمنت صح، الاسمنت لا الجبس يا جماعه، الجبس الابيض. كان في عندي فراغات ياما قوي في السيراميك، فانا اشتغلت بتاعه جبس يا جماعه، ودريت كل الفراغات. عايزه اقول لكم ايدي باظت خالص، بس مش مهم، مش مهم. المهم ان انا بصوا يعني اكون مرتاحه للسيراميك. زي ما قلت لكم قبل كده السيراميك بتاعي مط، محدش يعمل الغلطه دي. لو انت عروسه، لو انت عروسه تعمليش الغلطه ديت. شايفه انت السيراميك، انت ممكن قدامك في الكاميرا السيراميك حلو، لا السيراميك وحش جدا جدا، مط وفيه زي بقعه كده اهوت، مش حلوه خالص، مع الوقت بيعمل معاكي كده. فلو انت وصلتي لحد هنا نسيت لكم تنسيش ايه، تشتركي في القناه وتحطي لايك عشان تكبري الفيديو بتاعي. بجد انا تعبت في الفيديو ده قوي قوي، ربنا يجبر بخاطركم جميعا. تعبت فيه قوي قوي عشان اطلعه بالنتيجه ديت. فما تبخليش عليا بقى باللايك وكومنت حلو منك تشجعيني ان انا اكمل في الموضوع. بجد يا جماعه نفسي اشوف كومنتاتكم. في ناس بتبعت كومنتات طبعا بس قليله قوي، وحتى اللي بيبعت كومنت مره ما يعني في فيديو مثلا ما بيكررهوش تاني، مش عارفه ليه يعني. مش عارفين يعني، ممكن لو حد مثلا قال لي مثلا في فيديو حاجه انا بتقبل، بس كل اللي يعني لو حد مثلا قال لي حاجه بيقولوا يا جماعه يعني اسمها ايه، الكلمه راحت عن بالي خالص. المهم ان هم يعني ايه، يقول لك يعني ده ايه ده السجاد ده غامق، السجاد ده فاتح، مش عارفه إيه. يا جماعه طب ما قنوات الكبيره يا جماعه والله العظيم يعني مش الواحد مش عايز يتكلم على حد يعني. انا عاجبني حاجتي يا جماعه، انا عاجبني حاجتي قوي قوي. يعني ربنا يا رب، ربنا يا رب يدي الجميع، يدي الجميع يا رب، يرزق الجميع يا جماعه. انا عاجبني حاجتي والله العظيم، وبجد يعني انا فرحانه بحاجتي جدا. وربنا يا رب يديمها يا رب علينا نعمه يا رب. ويا جماعه اللي يشوف اي حاجه مش شرط هي تكون حلوة، لأ قولي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك هذا البيت يا رب يا رب العالمين. ويديمها علينا نعمة، وإن احنا بس نكون فرحانين مع بعض ومبسوطين مع بعض. أنا تعبت في حاجتي وجبتها وشقيت وتعبت، فمحدش هيحس بالحاجة ديت غير اللي عملها. فلما واحدة تيجي مثلا تخش تنتقدك في أي حاجة، أو واحدة مثلا تخش، واحدة قبل كده تقولي سجاد غامق، طب انت يعني انت خلاص سبتي كل القنوات الكبيره وجايه لنا يعني تقولي لي السجاد الغامق؟ اديني اهو، اديني اهو بقى لو انت بتتفرجي عليه، اديني اهو يا حبيبتي فتحت السجاد. اديني اهو فتحت السجاد. انا كنت حاطه يا حبيبتي السجاد الشتوي، والحمد لله في ناس كتير قوي عندها غيار واحد، انا الحمد لله الحمد لله ونعمه من عند ربنا انا عندي غيارين. يعني دي نعمه وفضل طبعا من عند ربنا. وكله برضو بتعبنا وشقانا. فيعني مش قادره اقول لكم. بصوا هنا بقى يا جماعه اوسه كنت نيمته. فبصوا بقى عايزه اقول لكم السفره دي تقيله قوي اصلا. الراجل اللي كان بيركب لي السفره كده كان محرج عليا عامه ان انا احركها من مكانها كده. يعني كان محرج لان اساسا الرجل دي تركيب يا جماعه، رجل دي تركيب، وطبعا الرجل دي زان فتقيله قوي قوي قوي، مش قادره اوصف لكم. فهو كان اساسا بيقول لي يعني ما تحاوليش تحركيها من مكانها، لازم تشال من مكانها. طبعا ما كانش في حد معايا في البيت، فانا كنت ايه بعمل على قد ما اقدر. هنا اوسه عايز يشرب نسكافيه يا جماعه، اوسه عايز يشرب نسكافيه. ايه ده نسكافيه ايه اللي هم عاملين ايه، اللي هم حطوا لايك وقولوا كلمه حلوه من القلب. اهو بيقول لكم قولوا كلمه حلوه من القلب. جبر الخواطر يا جماعه، اجبروا بخاطر البني ادم بجد. يعني اجبروا بخاطر البني ادم. انا كده يا جماعه اتفضل لي اوضه النوم الوحيده. بجد نفسي اصور معاكم اوضه النوم جدا، بس جوزي رفض الموضوع ده. نفسي اصوركم بقى الروتين بقى وانا بحط ده كده. عايزه اعمل يا جماعه سرير لأوسة، بجد بفكر جامد قوي. طبعا مش هعمل سرير لأوسة، يعني مش هعمل بسعر، يعني مش هعمله بره وكده، انا هعمله في البيت يعني. احط كده مثلا ترابيزه واحط عليها، يعني انا عايزه اعمل سرير لأوسة.
طبعا انتوا عارفين الدنيا بايظه مع الناس كلها، ربنا يا رب يعيننا ويعينكم جميعا. فاحنا بقى بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجه يعني ايه اقتصاديه. فهنعمل اقتصاديه، يعني انا عندي كده حاجات كده ملهاش لازمه، هحاول ان انا احطها تحت، واحط مثلا لحاف، احط بطانيه، بس نشوف الفكره مع بعض. لو جوزي سمح ان انا اصور معاكم اوضه النوم، لو جوزي سمح. انا بقى عشان انا كنت راكنه السرير على الجنب، فعايزه بقى ارجعه النص تاني. طبعا انا حطيته على الجنب عشان خاطر قوسه، طبعا ربنا يخليه لي يعني ما يقعش وكده. فنفسي ارجعه في النص، بس اعمل بقى سرير لقوس. كان في ناس كتير قوي كانت بعتالي، واحده او اتنين يعني، بعتالي بيقول لي الشرشوبه بتاعتك فاتحه ازاي. يا جماعه الشرشوبه ليها غيار، ده اول حاجه. تاني حاجه، انا بعد ما اخلص اي مسحه بمسك كل المساحات اللي انا استخدمتها مع المكانس مع الجاروف مع كله، احطه في البانيو واقعد جوه البانيو وادي اديله دعكه اتنين تلاته. كخ يا اوسه، كخ حبيبي خد دعكه اتنين تلاته، فاهمه؟ دعكيهم عشان تحافظي عليهم. يعني انا هحافظ عليهم ازاي واخلي شكلهم كده ازاي؟ انا متجوزه يعني ما شاء الله بقالي 4 سنين. بس يا اوسه تعالي يا حبيبي، تعالي يا ابي. يعني انا احافظ يا جماعه عليهم ازاي يعني في الفتره دي كلها؟ طبيعي ان انا مهتميه بيهم، بخلي شكلهم حلو، عشان انا كمان ارتاح نفسيا، فاهميني؟ انا لازم انا ارتاح نفسيا. بس هنا بقى احط ديت كده، احطها كده ناحيه الباب، فدي بقى اكتر واحده يا جماعه بتتمرمط. طبعا اللي كان فيها كلور كانت هنا، فانا شلت التانية حطيتها هناك. عايزه اقول لكم مش باينه خالص 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 تحت الانتريه. احط ديت كده، وهحط بقى المشايه دي هنا. المشايه دي المفروض ان انا كنت جايباها للطرقه الصغيره، بس انا استخدمتها هنا عشان انا يا جماعه عايزه اغطي الارض عامه. انا مش حابه شكل السيراميك بتاعي. ان شاء الله ربنا يكرمنا. سامعين يا جماعه السويته ديت؟ السويته دي بقى في ودني، في ودني يا جماعه، في ودني. في قلبي خلاص، مش هقول لهم في ودني، هقول لهم في قلبي. السويته دي يا جماعه في قلبي. هنا بقى هشيل السجاده. بصوا احنا مش لسه عاملين مع بعض المطبخ؟ لا. مطبخ مين يا جماعه؟ المطبخ اتبهدل تاني. عايزه اقول لكم انا بعد ما نضفت، في يا جماعه كان في عاصفه امبارح وتراب، دخلت البلكونه لقيتها مطربه بعد ما غسلت السجاد معاكم يا جماعه. هتشوفوا دلوقتي وانا بغسل السجاد ونشرته امبارح. عايزه اقول لكم السجاد لقيته ناشف ومطرب مطرب مطرب يعني، مش قادره اوصف لكم. انا فرشت المطبخ دوت النهارده عشان خاطر يعني انا غسلت معاكم السجاده وفرشت معاكم السجاده النهارده. بصوا التراب يا جماعه، شايفين المنظر؟ مع ان ده انا كنت عاملاها معاكم يعني من اسبوع، بس الحمد لله. بصوا هنا بقى الازاز الشبك، عايزه اقول لكم بجد شكله بشع بشع. مش عارفه ازاي مش باين معاكم في الكاميرا، مش باين بجد يعني، مش باين، ممكن عشان النهار مش عارفه. بس هو بشع. انا كنت موريها لكم الفيديو اللي فات، بجد اسود. حطيت بقى عليه يا جماعه السحر. طبعا ده يوم الجمعه، جمعه مباركه علينا وعليكم. وخلاص يا جماعه، خلاص رمضان جاي خلاص. وصلت لحد نص القناه، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناه الشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد مشيئه الله تعالى اقدمه معاكي الفتره الجايه. تيجي تحطي لي لايك وتقولي لي كل سنه وانت طيبه في الكومنتات، عشان انا كمان ارد عليكي واقول لك وانت طيبه يا روح قلبي. كده يا جماعه نشجع بعض كده. الظهر بيأذن، يا رب يا رب تكون ساعة استجابة. والاقي بص يعني مليون داخل يقول لي كل سنة وانت طيبة يا دودو. مليون يقول لي كل سنة وانت طيبة يا دودو. والقناة بتاعتي توصل بقى، بص انا مش طماعة. انا عايزاها توصل ل 100,000. ل 100,000، انا مش طماعة. بص الظهر بقى بيأذن، فاقول يا رب يا رب يا رب يا رب قناة دودو وأوسة تكبر. قول يلا يا رب. يا رب يا ماما يا رب. ايه دي ده؟ بصوا هنا بقى السيراميك يا جماعه حاولت انضفه عشان برضو مط. خليكم مركزين في المعلومه دي، لو انت عروسه توضبي شقتك اوعي تعملي السيراميك المط، اوعي. ولو هتعمليه اعمليه فاتح، يعني انا شايفاه ان هو في البيش حلو، لكن في البنيات لا والله ما تعملوش خالص، اعملي اللميع. يعني احنا نعمل كده ليه يعني في نفسنا؟ بصوا يا جماعه، يعني كان زمان اول ما اتجوزت وبعد كمان يعني ما اتجوزت بفتره، كانت ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله كان كلها خير. والله العظيم كان كلها خير. دلوقتي بصوا بقت فاضيه. حطيت فيها والله ازايز الميه يا جماعه، بس الحمد لله. هنا هو بقى جوله في المطبخ بعد ما خلصت وبعد ما فرشته. بصوا، حطيت فانوس رمضان كده، فضيت الدنيا خالص. عملت اهو كده كل حاجه. حطيت طقم التوابل هنا. انا حاولت افضي الرخام على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. فضيت الرخامه. حطيت الفانوس كده بقى عشان نعمل حلويات رمضان مع بعض. بصوا يعني هنعمل حبه افكار مع بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هنعمل افكار حلوه مع بعض كتير كتير كتير. بصوا الفانوس ده انا كده، خلي بالكم انا حطيت الزينه بس لسه بكملها، فعشان كده مش هنزلها لكم الفيديو دوت. انا بس وريتكم بس ايه، ان المطبخ كده خلاص. والله لسه يا جماعه قدامي فوق الدولاب وفوق التلاجة. بصوا افتكرتهم دلوقتي وانا معاكم والله. وركبت الليد يا جماعه بقى، مش قادره اوصف لكم بجد بجد.
البيت روحه حلوة أوي في أجواء رمضان. هنا بُصّوا بقى غسلت السجاد، ده في نفس اليوم، يعني كل ده كان يوم الجمعة امبارح. كان جوزي هنا راح يصطاد بقى، فقُلت بقى إيه، آخد فرصتي بقى، آخد فرصتي وأودّع. بس طبعًا تعبت جدًا، جدًا، بس كويس أوي إن أوسة كان نايم معايا أغلبية الوقت. هنا بقى الوقت أزف، رُحت قُلت لأ، أقوم بقى كده أعمل لي إيه، جناحة. طبعًا هنا كان النور قطع، لأ، قُلت لازم أشارككم الموضوع دوّة. أنا باقطّع يا جماعة في الكبة، باقطّع بصلاية، توماية، فلفلاية، طبعًا على حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها، وحتة سمنة وتشوّحيها على النار، تحطّي برّاد على النار أو عندِك كاتل، لإن أنا طبعًا الكاتل بتاعي بايظ زي ما أنتم عارفين، تحطّي كده على النار وتغلي المَيّة، لازم تحطّي مَيّة سخنة، لازم تحطّي مَيّة سخنة، ما ينفعش تحطّي مَيّة باردة عشان خاطر يعني إيه أعزكم الله كده بتبقى طعمها وِحِش زفر يعني، فاهمين؟ مش عايزة أقول لكم الكلمة يعني بتبقى مش حلوة، فبلاش تعملوا الحركة ديّة، عشان أكلنا يبقى طعمه حلو، ما حدش يعيب علينا. طبعًا أنا شربتها كويس جدًا وغسلتها كويس جدًا، بس مش كتير في المَيّة، عشان زي ما إحنا قُلنا بتفرز بكتيريا، ده عايزة أقول لكم كذا دكتور بيتكلم على الموضوع دوّة، مع إن أنا أعرف ناس كتير أوي مَيّة وتقعد تدعك حبّة كده هيدعكوها بصابون والله، حبّة كده يدعكوها بصابون. جماعة الملوخية دي طلعت مش حلوة خالص، جامدة أوي، أوي، أوي فوق ما تتخيلوا، ما بتفُكش بسهولة، يعني هي مش بتفُك بسهولة. وهنا أهو هاعمل رز، وهنا الحمد لله ربنا يا رب يديمها علينا نعمة، ومخصوص بديل السجاد يا حلوين لو انت عروسة لأ جيبيه كويس جدا وحلو قوي، هو فعلا بديل سجاد، هو سجاد يا جماعة حقيقي وتحفة قوي، بس ما تجيبوش فاتح وتغلطي غلطتي، تجيبيه غامق، ودلوقتي في أشكال كتير حلو. الفيديو بتاعنا خلص، ومتنسيش تحطي لايك عشان دودو تعبت قوي. باي باي.